السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم من الأيام في جماعة من الأعراب، تمام، جماعة من الأعراب راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فرأى سوء حالهم. النبي صلى الله عليه وسلم حس إن هم يعني حالتهم المادية أو الاجتماعية مش أحسن حاجة، فحث الناس على الصدقة. يعني قال للناس أو الصحابة، قال لهم قوموا تصدقوا، يعني يطوف عليهم زي ما بيحصل وكده يعني. فأبطئوا حتى رؤيا كراهة ذلك في وجهه، يعني يبطئوا. يعني الصحابة أو الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا تصدقوا، يعني بيتحركوا ببطء كده او يعني ما قاموش على طول. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا تصدقوا ما قاموش كده بسرعه يعني. فجاء صحابي ماشي، راح تصدق على الاعرابي، راح مديله، جاب كده بسره كده من فضه، وراح مدي الاعرابي. بعدين بدا صحابي بعده، بعدين بدا صحابي بعده، بعدين بدا الناس تتابع انهم كلهم يجيبوا فلوس، يجيبوا كده دنانير يعني اللي هي كانت موجوده على ايامهم، ويتصدقوا على الاعراب دول. بعدين ظهر بعد ما حصل الكلام ده كله، ظهر السرور على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فراح النبي صلى الله عليه وسلم راح قايل ايه: من سن في الاسلام سنه حسنه فعمل بها بعده كتب له كتب له اجر من عمل بها بعده ولا ينقص ذلك من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنه سيئه كتب له وزر من عمل بها بعده ولا ينقص ذلك من اوزارهم شيء. دي معناها ايه؟ يعني بمعنى صح، عشان خاطر ناس كتير ممكن مثلا تفتكر ان من سن في الاسلام سنه يعني يجيب سنه جديده من عنده. لا، ده مش مقصود بالحديث خالص. اولا تعالى نشرح بس معنى الكلام. من سن في الاسلام سنه حسنه يعني اللي يعمل حاجه حلوه طبعا لدينه وكده، فعمل بها بعده، يعني الناس اللي جاب بعده او الناس اللي معاه عملوا زيه، فله اجره مثل من عمل بها. هيبقى له الاجر بتاع الشخص اللي عمل الحاجه بيقلده فيها يعني، ولا ينقص ذلك من ايه، من اجورهم شيء. الشخص اللي قلده دوت اجره مش هينقص، كده كده اجره مش هينقص، لكن انت اجرك هيزيد معاه، تمام. ونفس الكلام لو عمل سنه سيئه، هتبقى برضو عندك وزر. لو اللي قلدك عمل زيك هتاخد وزر زيه، وبرضو هو نفس الكلام عشان عملها فهياخد وزر طبيعي يعني، تمام. السنه هنا معناها ايه؟ مثلا على سبيل المثال، مثلا يعني واحد شاف حد مريض مثلا، فقال لك انا هخصص من مرتبي مثلا كل شهر، مثلا على سبيل المثال 100 جنيه هديها للشخص المريض ده. ونفس الكلام ناس مثلا ليك صحابك او ناس كتير شافوك بتعمل الحركه دي، فراحوا قال لك احنا كمان هنخصص برضه 100 جنيه زيك برضه، وهنديها لنفس المريض ده عشان يقدر يجيب علاجه مثلا ويتعافى. واحد واحد ورا التاني ورا التالت، كلهم مثلا ادوا المرضى كتير، مش شرط مثلا مريض معين، ادوا مرضى كتير. قدرت المرضى دي مثلا تجيب العلاج وتجيب كل ما يلزمها، وخلاص مثلا خفت بحمد الله، خلاص الاجر بتاع الشفاء بتاعه انت بتاخد فيه، انت بتاخد في الاجر ده اصلا. مثلا على سبيل المثال واحد مثلا غني ربنا فتح عليه، عنده مثلا عمارة في قلبها محلات، أو عنده مثلا سلسلة محلات، ففي ناس غلابة مأجرين منه بيسترزقوا من المحلات دي، فقال لك والله أنا هاجي في شهر رمضان، أنا مش هاخد إيجار من الناس دي، الحاجة كده طالعة مني لله. ففي برضه ناس زيه عندها محلات كتير مأجرها ناس غلابة، قال لك والله هي نعمل زيك إحنا كمان، إحنا هنطلعها لله. فكده الشخص اللي سامح الناس او ادى الناس دي مش عايز من الناس الايجار في شهر رمضان، طبعا بياخد ثواب. الشخص اللي قلده بياخد ثواب هو كمان، لكن هو بياخد معاه بالثواب. عشان ايه؟ عشان هو صاحب الفكره اصلا نفسها. طب واحد مثلا قال لواحد انا بصلي على النبي كل يوم 1000 مره، ويا سلام لما بصلي عليه بحس من يومي تمام، وحاسس ان في حاجات حلوه بتحصل لي، انا مش يعني مش عارف ايه هي، بس حاسس ان يومي يبقى جميل كده، مبروك اليوم مبارك يعني. فالشخص ده سمع منه الكلام، قال لك انا هجرب انا كمان، هصلي على النبي انا كمان كده 1000 مره في اليوم، هنشوف ايه اللي يحصل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم برضه هو زيه 1000 مرة في اليوم، قال لك والله أنا حسيت برضه إن في حاجة كده حلوة بتحصل، يعني حاسس إن يومي كده بدأ يتظبط، في حاجة أنا مش فاهمها مش حاسسها، بس حاسس إن اليوم بقى تمام. فهو دي كلها بركة. فالشخص اللي قال له أصلا من الأول ده بياخد ثواب. طب الشخص اللي بقى ليده بياخد ثواب، بس هو بياخد معاه في الثواب بتاعه. زي مثلا ايه يعني، من باب الدل على الخير كفاعله، انت خدت الحاجه مني عملتها، انت بتاخد اجر عشان انت كده كده عملتها، بس انا باخد معاك في الاجر عشان انت ايه، انا صاحب الفكره او انا اللي قلت لك، تمام. فدي كلها اعمال خير. نفس الكلام في اعمال الشر بالظبط. انا قلت لك والله بص انا مش انا مصدع، انا مش هصلي النهارده خالص، هجرب كده اللي يحصل. فقلت لي انا كمان ايه، انا مش هصلي انا كمان، هاخد برايك. فانا خدت ذنب عشان انا بصليش، هو خد ذنب عشان ما بيصليش، لكن انا اخد ذنب معاه في ذنبه هو، وده ما ينقص من ذنبه حاجه. ده مقتضى الحديث ولا ينقص ذلك من ايه، من اوزارهم شيء. انا خدت ذنبه هو خد ذنبه بس انا باخد معاه ذنب مضاعف عشان انا صاحب الفكره. انا قلت له ما هو نفس الكلام، لو قلت حاجه مثلا حاجه غلط زي دي، قلت لواحد مثلا ايه ده بيجيب في سيرتك يا عم، ايه ده مش عارف انت ذاكرت له كده ليه اصلا، لما تروح تضربه يا عم، ولا روح سيب له الدين، ولا روح وراح سمع كلامك وعمل. طبعا كده كده لو حصل الكلام ده
هياخد ذنوب لا يعني لا حصر لها على اللي هو عمله ده، يسب دين وحاجه موال تاني. بس انت معلم مشارك معاه في كل حاجه، انت دلته على حاجه اصلا، يعني اعوذ بالله. نفس الكلام بالظبط، الفكره في الحسنات يعني. فاللي هتعمل حسنه غيرك عملها هتاخد ثوابها، ثواب النشر وثواب ان هو قال ده وثواب ان هو عملها. هتاخد سيئه واحد غيرك قلدك وخد منها وخدها منك وعملها، هتاخد برضو ذنبها عشان خاطر هو خدها ونشرها والكلام ده كله. فاللي انت بتعمله هيتكتب لك. تمام. بس ودي نهايه حلقتنا، ويا رب يكون الفيديو ان شاء الله عجبكم. وما تنساش تشترك الفيديو مع خيرك عشان تاخد الثواب والاجر. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. سلام.